بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا حلوى شرقية وهي الزلابية. بناخد كوباية ونص من المية مع ملعقة كبيرة من الخميرة او ملعقة ونص خميرة وملعقتين سكر وملعقة نشا. بدوبهم كويس خالص في الطبق وذرة ملح. دوبنا الخميرة مع المية مع النشا مع الملح والسكر وصبيت عليهم كوبايتين ونص دقيق. طبعا انا خدت نص كمية المية اللي هي كوباية ونص دي، خدت كوباية عجنت بيها، وبعد كده هستنى العجين لما اشوف كل دقيق طبعا بيختلف زي ما احنا عارفين، فباخد حبة حبة لحد ما العجينة تظبط معايا. عجينة الزلابية بتبقى خفيفة ولازم بدخلها كمية هوا كويسة خالص خالص عشان خاطر تبقى هشة وخفيفة كده زي ما احنا شايفين. بعجن بعد ما عجنت وخلصت بضرب الدقيق ضرب، يعني بضرب العجينة ضرب كده لان هي سايبة شوية، فبضربها ضرب ما شاء الله عشان خاطر يدخل لها كمية هوا كويسة. وادي القوام اللي انا عايزاه، ده قوام عجينة الزلابية. خلصتها بغطيها واسيبها لمدة نص ساعة تلت ساعة في الجو الحر ده، ان شاء الله هتخمر وتبقى كويسة. معايا كوبايتين سكر مع كوباية ونص مية ونص عصير ليمون. حطيت الليمون على السكر. طبعا احنا كلنا بنعرف نعمل الشربات بتاع الزلابية ده زي ما احنا شايفين اهو، بيغلي وبيطلع ناجح وكويس، بسيبه لحد ما يتقل شوية. انا عايزاه شربات تقيل مش خفيف. كانت الخميرة او العجينة خمرت ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهو، ملت الطبق ما شاء الله. ولو انت معايا لحد دلوقتي يا ريت تحطي لي لايك وتشتركي في القناة لو عجبك الفيديو. انا بحط هنا كمية زيت في الطاسة، وبنحط كمية الزيت يكون زيت غزير، ما يكونش شوية صغيرين عشان ما تحرقش منك. الطريقة اللي انا بعملها دي طريقة سهلة جدا. انا بغمس الملعقة صغيرة، اصغر ملعقة عندك عشان تطلع متساوية وكلها واحد. بغمز الملعقة في الزيت وبحط قطعة من العجينة في ايدي، وبعد كده بقرص عليها واطلع حتة صغيرة ما بين صوابعي، وبعد الاخر بطلعها بالملعقة زي ما احنا شايفين. دي اسهل طريقة للزلابية. عايز تعمليها بايديك طبعا براحتك، فدي بتبقى متساوية وكلها قد بعض. طبعا هنا عملناها. واهم حاجة ما تكتريش نشا في الزلابية عشان ما تحجرش معاكي، لان النشا بيحجر الزلابية. لو عايزاها طرية بالسكر ما تحطش نشا خالص. لو عايزاها من غير سكر وعايزاها بالشربات زي ما انا هعملها، ممكن تحطي لها طبعا ملعقة نشا واحدة للكوبايتين او كوبايتين ونص. الطريقة دي سهلة جدا. طلعنا الأولانيين من قبل ما يحمروا عشان خاطر نسيبهم يبردوا، وبعد كده حطهم في الطاسة تاني. خلي بالك من النقطة دي. طلعت الأول ما ابتدوا يتشربوا كده والعجينة والزلابية تاخد لون فاتح جدا، بطلعها تبرد معايا، وبعد كده بكمل بقية الجلية، وفي الآخر خالص بحط الكمية كلها في الطاسة عشان خاطر تحمر التحمير كويس، ده عشان تطلع مقرمشة معاكي. هنا بعملها بايدي. اللي عايز تعمليها بايديكي، باخد حته صغيره كده وبسقطها ببل ايدي ميه او زيت واسقطها في هتسقط من ايدي كده. لما هي ما تبقى الايد مبلوله بالميه او بالزيت، العجينه هتسقط من ايدك. حته صغيره كده وتسقطيها في الزيت، هتطلع برضه شكلها حلو. ادي الزلابيه كلها حطيناها في الزيت بعد ما خلصنا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. افضل اقلب فيها رايحه جايه كده لحد ما تديها الوش الذهبي الجميل الرائع اللي هنشوفه دلوقتي. طبعا بالتقليبة السريعة دي مش هتخلي واحدة لونها فاتح والتانية لونها غامق او الكلام ده كله، هيبقى كله لون واحد. هي حاجة سهلة وجميلة. لو قاعدين قاعدة مع بعضينا كده بنحب نعمل حاجة زي كده سهلة وسريعة، وبتبقى حاجة حلوة لنا وللأطفال والكل. شايفين اللون الجميل كده؟ ما شاء الله طلعت جميلة جدا. اول ما بطلعها بالمنظر ده بيبقى الشربات بارد، يبقى هي سخنة والشربات بارد،
او هي دافية يعني كده. طلعت الكمية كلها ما شاء الله اهي. وادي الشربات عندي، هفضل اشربها بالشربات واسيب الشربات فيها 10 دقايق بالظبط. ما تستعجليش عليها وتطلعيها بدري عشان ما تبقاش ناشفة معاكي. خليها تشرب الشربات وتبقى في منتهى الجمال معاكي. خدت كمية منهم صغيرة هي يعني، وحطيتها بالسكر. فانت عايزاها بالسكر، عايزاها بالشربات، عايزاها بالشوكولاتة، زي ما انت تحبي. ادي شايفين لما فتحناها من جوه مش معجنة من جوه ولا حاجة، لا الشربات فيها جميل وهي مقرمشة، طعمها في منتهى الجمال. بالهنا والشفا. لو انت قاعدة معايا لحد دلوقتي يا ريت تحطي لي لايك، وشكرا. بالهنا والشفا.